كونتر من نقاط الضوء من الحاجات المزيانه اللي قاعدين نخدموا عليها ونحاولوا باللي نجموا نحكيوا عليهم هما الملاعبيه الشبان اللي يلعبوا خارج تونس واللي يجيو يعزوا منتخباتنا الوطنيه. الفقره هذه انا واحد من الناس حبها برشا وتعز عليها برشا ونحب ان شاء الله نهار من نهارات نتفكروها بالخير وقت اللي تعداوا عليها برشا اسامي مزيانه وبرشا اسامي اللي موجوده في منتخبات الشبان ان شاء الله يكونوا منتخبات الاكابر ان شاء الله في قادم الاوقات واقرب الاوقات. لو سكاوت تو سويت. لو سكاوت. يا سيدي احمد التي كالعاده نحب نحيي برشا قبل كل شيء لي تالون تونيزيان بالصفحات نتاعها الكل في وسائل التواصل الاجتماعي الكل فين موجوده وين قاعده تمر لنا في الخدمه نتاعها نحكيو عنها على صفحات قاعده تعطينا في برشا اسامي من ولادنا الموجودين في المهجر. وفي كل مره نحب نطلب السماح في اخر حلقه خاطر فما حلقات ما خلطناش نعديو حاولنا انه نرجعوا نعديو الماكسيموم تاع الاسامي مازلنا باش نعديو ومازلنا باش نواصلوا ان شاء الله الشراكه هذيا باش يكون عندنا اسماء بقدره ربي رنانه نقولوا في قادم الاوقات وتبني المنتخبات الوطنيه نتاعنا على قاعده صحيحه. وخاصه كونوا باش نحاولوا نطوروا شويه في الفورما وخاصه زاد نذكروا اللي ثم ملاعبيه حكينا عليهم لهنا موجودين اليوم في المنتخبات الوطنيه للشبان. صدقني ال تي تي تبعوا حتى منتخبات الشبان اكتشفنا اللي هم يتابعوا. اخر واحد في اونجي في 2008 كيف ناسيونال 2008 موجود يسامحني الاسم نسيته اخر مره حكينا عليه تم الحاقه بالمنتخب في اخر ستاج ديجا. باش نحكيو على زوز ملاعبيه جدد اقترحوهم علينا لي تالون تونيزيان ذكروا كم موجودين عندهم موقع وعندهم صفحات ب6 لغات عربيه فرنسيه المانيه هولنديه وغيره وانجليزيه وموجودين على تويتر اكس منصه اكس على انستغرام وغيره. اليوم باش نحكيو على محمد فلدر من مواليد 2008 امه ابوه بليتو فرنسي الماني وامه تونسيه اصيله جزيره جربه. يلعب الموسم هذا في فايس بادن بدوري الدرجه الاولى الماني تحت 16 سنه وتحت 17 سنه. محمد تولد في ماينز بدا في كاستل في امريكا في الولايات في المانيا 2008 اوت 2011 اوت 2008 بالضبط. قبل ما يمشي في جانفي 2020 لليكيب اللي كنا نحكيو عليها فايس بادن اللاعب بدا تكوينه كمتوسط ميدان هجومي وكجناح ايسر ويلعب حاليا متوسط ميدان دفاعي في اغلب الماتشات. الموسم هذايا تميز بادائه القوي لعب مع الاقل من 16 واقل من 17 سنه في 24 ماتش بمعدل 80% من الدقائق ونجح في تسجيل 2 اهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمه كيف يلعب في المنتخب الجهوي تحت 16 سنه منطقه اسن وان شاء الله نهار من نهارات نشوفوه في المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله. عندك اسماء اخرى؟ عندي اسم اخر اللي هو ياسين المقرني مواليد دجوان 2007 اصيل مدينه جرجيس ويلعب الموسم هذا بفريق اندرلخت بدوري الدرجه الاولى البلجيكي تحت 17 سنه. بدا تكوينه بوابه فريق محلي اللي هو شارلروا ثم مشى الصيف اللي تعدى في الاندرلخت المعروف بتكوينه القاعدي وصقله للمواهب الصاعده. يلعب ظهير ايمن ويمتاز بفنياته وسرعته اضافه الى حسه الكروي الكبير. ياسين شارك في 25 مباراه سجل 6 اهداف واعطى 13 اسيست الموسم هذا. كابيتان يا سيدي الديتكسيون تاع احمد عداله والالتيتير حاجه تعمل كيف ان شاء الله نشوفوهم يا ربي في منتخباتنا الوطنيه ان شاء الله يا ربي في قادم الاوقات مازال برشا اسماء. تحيه لهم تحيه كبيره لهم على نهايه الموسم تاعنا ان شاء الله نتلقاو في موسم قادم مع فورمان نحاولوا نطوروا فيه.